احنا ليه بنعمل البودكاست ده؟ هل الهدف شهرة وكده؟ لا، مش مهم. ممكن نعيش ونموت محدش يعرف عننا أي حاجة، بس الهدف وصول الكلمة لأكبر عدد محتاج. الهدف إن احنا نوصل كلمة تدي سلام وهدوء وتشجيع في وقت وفي عالم مليان شكوك وقلق ومشاكل. كلنا بنحارب في تحديات مش عارفين هتعدي ازاي. عشان كده بنتكلم ونفكر مع بعض وبنسأل ناس عاشت مشاكل في حياتها، مش بهدف نعملهم أبطال أو أصحاب إنجازات، بس ندي تشجيع وسند للناس ونقول لهم إنه المشاكل مصيرها تنتهي، وإنه الإنجازات والنجاحات وراها تعب ونكد، بس الأهم إنه وراها توفيق من عند ربنا وتعويض لكل مجهود وتعب بيتعمل حتى لو اتأخر، بس مصيره جيلك. وخليني أقول لك إنه أنا نفسي واحد من الناس اللي بتحتاج السندة والتشجيع ده. عشان كده الكلام اللي بقوله لنفسي قبل ما أقوله أو أنصح بيه أي حد تاني، لأن أنا نفسي محتاج النصيحة ومريت قبل كده بالإحباط ده، وما أقدرش أقول إن أنا اتعافيت بالكامل، بس كل شوية ده بيحصل ونطلع منه. الحلقة النهاردة بعنوان أنت بتسمع منين؟ أحيان كتير في مناقشات ما بين شخصين، سواء صحاب أو مرتبطين أو ناس في الشغل، بتلاقي النقاش ما بيخلص وبنوصل لمرحلة إنه محدش سمع التاني، هو كلمة مني على كلمة منه الدنيا ولعت. حتى تلاقي حد منهم بيسأل أنت سامعني؟ أنت فاهم أنا بقول إيه؟ طب أنت سامع نفسك أنت بتقول إيه؟ عشان كده في المواقف دي لازم تبقى عارف شوية أفكار. أولا في حاجة اسمها السمع العادي، يعني أكن اللي قدامك ده بيغني أو بيقول مزيكا وأنت قاعد بتسمع ومش مركز إطلاقا ولا فارق لك هو بيغني في إيه. وده ممكن تعمله لو فعلا مش فارق لك الكلام ومش عايز تدخل في مشكلة، وشوية والموضوع يخلص والدنيا تعدي وخلاص على كده. تاني حاجة الإنصات. الإنصات إنك تبدأ تسمع اللي قدامك وتركز في كلامه، وفي الغالب بتركز علشان تسمع كلام كويس، تفهم هو قصده إيه وتبتدي تتناقش معاه في الموضوع ده. أحيانا الناس بقى ما بتعملش كده. أحيانا واحد تلاقيه أنت قاعد بتتكلم وبتشرح وهو بيسمع منك كويس جدا، بس بيسمع عشان يجمع نقط عليك ويغلطك، ويقوم مرة واحدة تلاقي كلامك ده كله اتعكس عليك. بدل ما انت كنت بتدافع وبتشرح موقفك، لا ده انت بقيت بتتهاجم بالكلام اللي انت قلته. الحقيقة الموضوع ده مش بيحل مشكلة، هو بيعقدها اكتر وبيسخن الدنيا اكتر، وفي الغالب النقاش ده بيوصل لمرحلة الخناق، مش بتكملوا كلام مع بعض. وفي الغالب بعد ما القصة دي بتحصل، انت في الغالب يا بتنسحب بهدوء تماما وبتكملش المناقشة، او بتدخل في خناقة عنيفة جدا علشان تقعد تثبت وجهة نظرك. في الحقيقة انه في الوقت ده انت محتاج تقفل الحوار خالص وتستنى لما اللي قدامك يهدى وانت تهدى، وتبتدوا تفكروا واحدة واحدة لو يهمكم ان انتوا توصلوا لحل في وقت من الاوقات. النوع الثالث هو فكرة الانصات الفعال، او انك تبقى بتسمع من قلبك. يعني تبقى بتتكلم واللي قدامك فعلا بيسمعك وفعلا بيحاول يفهم مشكلتك فين، وبيحط نفسه مكانك وبيحس بشعورك، وبيفهم انه حتى لو انا مش قادر اتضايق من اللي انت بتقوله، بس انا متفهم انه في اختلاف ما بيننا. انا متفهم انه انا ممكن اتضايق من حاجة وانت تتضايق من حاجة تانية خالص، بس في الاخر انا حاسس بيك وحاسس بشعور المضايقة اللي انت بتشعر بيه. الحقيقة انه لما ده بيحصل الناس فعلا بتبدأ تفهم بعض وتتفهم مشاكل بعض ويقدروا يحسوا ببعض أكتر، ففعلا يحطوا إيديهم على المشكلة، وبدل ما الموضوع كان داخل على خناقة، لا بالعكس، أنا فهمت أنت متضايق من إيه وأنت فهمت أنا متضايق من إيه، رغم اختلافاتنا ولكن اتفقنا على إنه الشخص اللي قدامي وأنا اتضايقنا من حاجات، وطالما اتضايقنا يبقى لازم نتكلم. في الوقت ده بيبتدي المشكلة تتصلح، وطالما حطيت ايدي على المشكلة اقدر اصلحها بمنتهى السهولة. الحاجة الاخيرة هو انت بجد بتسمع منين؟ يعني انت بتعرف تربط الاحداث ببعض، ولا شايف حياتك ماشية صدفة مفيش حاجة بتربط كل حاجة بالتانية، او ربنا مش بيرتب ظروف حياتك؟ لو انت لسه مش بتعرف تفهم حياتك او تراجع ترتيب الاحداث، يبقى انت لسه مش بتعرف تسمع. لو انت او انتي في علاقة وفاكرة انك مبسوطة
بس انت كل يوم بتصحي متضايقة ومضغوطة جدا، واهلك واصحابك حاسين انك مش على طبيعتك، اصحابك مش بيشوفوكي طول الوقت مهمومة. لازم تبدأي تعيدي تفكيرك في العلاقة دي، تبدأي تفتحي قلبك وعقلك قبل ودانك، انك تسمعي هو انا في علاقة صح ولا غلط. اعرف حد في وقت من الاوقات دخل في علاقة كان كل يوم بيتضايق، كل يوم كان بيحصل خناقات، مفيش جديد، مفيش حاجة غير الخناقات، مفيش حاجة غير المشاكل. مشاكل في البيت، مشاكل في الشغل، مشاكل مع صحابه، كل حاجة كان فيها مشاكل. لما كان حد بيسأله طب انت مكمل ليه؟ لا لا لا، لازم اكمل، لازم ده احنا ده هو ده بقى، هو ده الحب، هو لازم نحارب. انت مش داخل خناقة، انت مش داخل خناقة، انت مش داخل عشان تخسر شغلك، تخسر دراستك، تخسر اهلك، تخسر صحابك. انتوا داخلين في علاقة علشان بتحبوا بعض، عشان بتكملوا بعض. لو كل الظروف وكل الأحداث كلها بتعمل مشاكل، يبقى انت مش في علاقة صح، يبقى انت ماشي غلط، يبقى العلاقة دي مش هتكمل، لأنه مش هينفع تستمر حياتك كده. دي الحاجات اللي انت محتاج تسمعها، محتاج تربط الأحداث ببعض، محتاج تقول في وقت أنا مبسوط في الموضوع ده ولا مش مبسوط، حياتي ماشية كويس ولا في حاجة غلط محتاجة تتصلح. فاكر زمان كنت أنا وعيلتي مسافرين بالعربية اسكندرية أعتقد، كنا على طريق الصحراوي وماشيين عادي جدا سرعة طبيعية. ومرة واحدة لقينا زي حجر كده قدامنا صغير، والعربية عدت على الحجر ده، والحجر ده كسر حاجات تحت في العربية لدرجة العربية وهي ماشية كانت بتنزل زيت وبنزين. واللي يعرف أو فاهم فكرة العربيات إنه يعني نزول بنزين ده العربية ممكن تولع في أي وقت من الأوقات. ومشينا عادي جدا ولقينا أوتوبيسات بتيجي ووقف واركن واعمل وكل الكلام ده. فعلا بدأنا ندرك إنه في مشكلة وركنا، وأدركنا العربية كانت ممكن تولع في أي لحظة، في أي لحظة. في الوقت ده عرفنا إن إحنا اتكتب لنا عمر جديد، أخدنا فرصة تانية. عرفنا إنه ده ما كانش صدفة، ده كان ترتيب من ربنا. الطبيعي والنتيجة الطبيعية 1+1 العربية دي كانت تولع، لكن العربية ما ولعتش. وده لو ورانا حاجة، ورانا إنه هي مش صدفة، ربنا موجود قادر يعمل تغيير وقادر يعمل فرق في حياتنا. علشان كده مفيش حاجة في حياتنا اسمها صدفة. ممكن الأحداث تحصل وما نفهمش الهدف ليه، ما نفهموش دلوقتي، ما نفهموش في ساعتها، بس مصيرنا نفهم وعينينا تتفتح ونربط كل حاجة ببعض وناخد بالنا من ايد ربنا كانت فين. لو لحد دلوقتي شايف انه الصدفة دي حاجة موجودة وان حياتك كلها صدفة، تعالى جرب بص على حياة ناس تانية، بس عمرك ما هتفهم حياتهم عاملة ازاي غير لو دخلت نفسك جوه حياتهم واهتميت بيهم بشكل شخصي وأمين جدا. ساعتها هتدرك معاهم إنه مفيش حاجة اسمها صدفة، وإنه ربنا مرتب الحياة بهدف معين، مش بهدف إنه يرسم لك طريق، بس بهدف إنه يحول المشاكل اللي أنت السبب فيها أو اللي حصلت لك وأنت ملكش ذنب فيها للخير، الخير ليك ولمنفعتك في الآخر. في الآخر أنت حر في تصرفاتك، وحر كمان إنك تسمع أو لأ. بس لو قررت تسمع وتربط الأحداث ببعض، هتفهم إن كل حاجة حصلت كان ليها سبب من قريب أو من بعيد. هتشوف الدنيا بشكل مختلف، ومن وقتها هتشوف ربنا كمان بشكل مختلف.